أمطر حزنا كم أنا سعيد بوجودكم. لم يمت، سيبقى معنا بالدروس التي تعلمناها منه وبالعيش معه. هو كان نموذج، وهو كان بين ما يقول وبين ما يمارس. أنا أريد أن أضيف بعض ما رأيته. محجوب كان دائما وراء الوحدة. رحم الله الدكتور محجوب، كان مناضلا فلسطينيا بطلا صامدا، كان له أثر كبير في كل مكان عمل فيه. نعم، هو ولد دكتور رؤوف نظمي عبد الملك، قبطي مصري شيوعي، سجن مرات عديدة، ولكنه منذ العام 68 أضحى فلسطينيا بالكامل. قاتل معنا في جنوب الأردن وفي الأغوار وفي عمان وفي شمال الأردن وفي جنوب، في قاعدة طرطوس في شمال شرق سوريا، وفي قواعدنا في جنوب لبنان، ثم في بيروت، ثم أتى إلى القاهرة. في كل موقع عمل فيه محجوب مناضلا وطبيبا ومفكرا ومثقفا وأديبا. كانت حياته كلها مخصصة لهذه الثورة الفلسطينية ولهذا الشعب الفلسطيني. ولذلك ترك تلاميذ كثر. ذهب في الصباح إلى مقبرة الشهداء، وهناك ما كانش الزلمة اللي بيعرف وين الناس، لأنه اللي احنا حطينا مقابرهم بطل الواحد يعرف من كثافة ما بها من شهداء. فالمهم ضليت أمشي، فإذ في أنا مباشرة أمام أخ جواد، ويوم الدفن كان يوم قصف عنيف على بيروت. فبتقول لي إنه يا دوب كنا 11 ما صدقنا وإحنا نحطه في القبر. قد يكون هنا نفس المصادفة ولكن بشكل آخر، أن اليوم الذي توفى فيه الدكتور محجوب عمر هو نفس اليوم الذي توفى به أيضا علم من أعلام مصر، الأنبا شنودة. ما يقال عن محجوب في كثير منه هو كلام عن فتح، ويمكن الدكتور نبيل الحقيقة تكلم عن حوار في ظل البنادق، وما أحوجنا الآن لحوار. هذا محجوب عمر كان نمط من أنماط المبادرة. وأنا برأيي يجب أن نفتش صفوفنا الآن، أين هم المبادرون وأين هي المبادرة. محجوب عمر هو التفاؤل، بمعنى إنه حتى في ظل الصعوبة كيف تفتح طريق نحو الآفاق الأكثر قدرة، كيف تذلل هذه الصعوبات المحيطة فيه. أجا محجوب عمر وانتمى إلى حركة فتح. في البداية انتمى إلى حركة فتح وخدم في القطاع الجنوبي في جنوب الأردن كطبيب بين الفدائيين. يعني اليوم نحن نتحدث عن محجوب عمر في ذكراه أو في يوم العزاء هذا الذي أقمناه في فلسطين بعد أن أقمنا في مصر. محجوب عمر هو رؤوف عبد الملك، هذا الشاب المصري الذي ترك أثرا وبصمة هامة في النضال الوطني الفلسطيني. هذا الذي انتمى إلى الثورة الفلسطينية منذ البدايات، انتمى لها في جنوب الأردن في البداية، حيث أتى ليمارس الطب في صفوف المقاتلين. انضم إلى حركة فتح وانضم إلى القطاع الجنوبي في قواعد الفدائيين هناك، وكان أيضا يعالج الفدائيين ويعالج المجتمع المحلي في جنوب الأردن، مما خلق علاقة ألفة وعلاقة محبة وتقاطع جيد وإيجابي ما بين المجتمع المحلي وما بين الفدائيين وما بين محجوب وما بين المجتمع المحلي في ذلك الوقت.